اشتباكات هنا وهناك في شوارع المدن السودانية، فوضى ملهاش مثيل، سجون بتتفتح ويهرب منها المساجين، تعديات على البعثات الدبلوماسية. كل ده شفناه الأيام اللي فاتت على الشاشات، ووضح لنا قد إيه الخطر الكبير اللي بيواجه مصر على حدودها الجنوبية. لكن وسط ده كله كان في ملحمة إجلاء وفداء لأجهزة الدولة المصرية، واللي كانت بتشتغل وما زالت على مدار الساعة حتى إجلاء آخر مصري من الوضع المشتعل في السودان. ولكن يبقى السؤال، إيه دور قوات الGIS في العملية دي، وليه سموها العملية 204؟ على مدار الأيام اللي فاتت لازال الجسر الجوي اللي عملته مصر من أجل إجلاء الجالية المصرية من السودان مستمر، واللي وصلت لأكثر من 25 رحلة جوية بطائرات من طراز C-130 التابعة للقوات الجوية المصرية، واللي اقتحمت سماء السودان وسط الطلقات والقذائف اللي جاية من كل مكان. ولو انتوا فاكرين ان موضوع ان طيارة غير قتالية حتى لو عسكرية تقتحم سماء الدولة في اشتباكات عشوائية، يبقى انتوا غلطانين، لانها بتبقى عملية معقدة وفيها تنسيقات كتيرة جدا مع أجهزة وجهات كتيرة سواء داخل مصر أو حتى في السودان وبين كل الأطراف. وده اللي بيقولك ليه دول كتيرة فشلت تجلي رعاياها من السودان، واللي خلاهم يضطروا يلجأوا لمصر علشان تساعدهم بطياراتها في إجلاء رعايا الدول دي مع الجالية المصرية. لكن خلينا في الأهم، لأنه في الوقت اللي بيستمر فيه عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان، كشفت تقارير أمنية رصدتها مواقع إخبارية زي موقع الزمان تفاصيل العملية 204 لإجلاء الجنود المصريين من السودان. وحسب المصدر، فقبل بدء الأحداث كانت هناك فرقة مصرية عددها 204 جندي كانت بتمارس تدريبات مشتركة مع قوات الجيش السوداني في قاعدة مروي العسكرية. المجموعة دي اتقسمت لاتنين، مجموعة عددها حوالي 177 جندي والمجموعة التانية عددها حوالي 27. لكن مع هجوم قوات الدعم السريع على مطار مروي، قدرت المجموعة الكبيرة اللي عددها 177 إنها تفلت بطريقة جهنمية. لكن المجموعة اللي كانت بتأمن المقاتلات المصرية جوه مطار مروي وقعوا في إيد قوات الدعم السريع، وده اللي تسبب في احتجازهم هناك. طبعاً فوراً مصر شكلت غرفة طوارئ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق من وزارة الخارجية والمخابرات والقوات المسلحة لمتابعة الموقف، ورجال الGIS التابعة للمخابرات العامة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة اللي اتحركوا فوراً تجاه الجنوب، وقدروا يأمنوا مكان مؤقت للفرقة 177 بقاعدة دنقلة العسكرية لغاية لما تمت عملية إجلائهم. لكن المصدر كشف مفاجأة كبيرة، وهي أن قوات الGIS التابعة للمخابرات لسه موجودة على الأراضي السودانية لغاية لما يتم الانتهاء من تأمين إجلاء كل الرعايا المصريين. كمان فضل السؤال المتكرر، هي مصر هتدخل في السودان عسكرياً إمتى؟ وهل ده ممكن يحصل؟ بصوا، في وثائق مسربة نشرتها واشنطن بوست رجحت أن مصر في الفترة دي مش هتتدخل عسكرياً في السودان، وده علشان تحافظ على الأمن القومي بتاعها. ومن الناحية التانية هي كمان مستنية أنها تعرف مين الفريق المنتصر في الصراع ده، لأن التدخل عسكرياً ومساعدة طرف من الطرفين ده هيبقى فيه أزمة كبيرة جداً بين البلدين مصر والسودان.